السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نبتدي الفيديو بتاعنا كده بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يلا نحط لايك للفيديو. تعالوا نشوف المشتريات الجميلة الحلوة جدا 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 دي لكل واحدة او كل ست بيت او كل عروسة بتجهز. كل ست بيت عايزة تجدد مطبخها وتجدد حاجتها. كل واحدة مننا كده نفسها تجيب الحاجات الترند والحاجات الحلوة دي، وانت قاعدة كده مكانك في بيتك جايبالك كده الحاجة بأسعارها، كل حاجة بسعرها كده وكمان بالعروض، وجايبالكم كمان أسعار مش موجودة في أي حتة. البيج بتاع أسماء فيه أسعار يعني عايزة اقول لكم حلوة جدا جدا وارخص بكتير من بره، وكمان بتعمل عروض حلوة قوي قوي وخصومات بتوصل ل50% و60% كمان. اول حاجة كده يلا نحط لايك للفيديو عشان الفيديو هيعجبك جدا جدا. وتعالي نشوف طقم العجان القمر ده، حاجة كده تحفة ترند حلو جدا جدا جدا. بصوا لونه ذهبي، في منه الفضي، مش عارفة انا وريته لكم قبل كده ولا لا، بس ان شاء الله لو عايزين تشوفوا الفضي قولوا لي وانا اوريه لكم. الطقم الذهبي ده حلو جدا جدا، هو استانلس وتقيل حلو مش خفيف يعني ان هو يتطبق او حاجه. بجد شكله شيك جدا وجميل جدا جدا، يعني لو انت عروسه وبتجهزي هيبقى شكله حلو كده في جهازك، ولو انت برضو بتحبي تجددي في مطبخك برضو هيبقى كده يعني شكله شيك في مطبخك، وانت بتعملي برضو فيه كده الحاجه يعني حاجه كده تفتح النفس وجميله جدا. زي ما انتم شايفين هو 3 قطع كده، والثلاث قطع 3 احجام، كبير واصغر واصغر، يعني في حجم صغير وحجم وسط وحجم كبير، حطاهم 3 هم في قلب بعض زي ما انتم شايفين. الطقم ده عامل كام؟ عامل 300 جنيه يا بلاش. عايزه اقول لكم والله يعني مش عارفه ما يجوش الا وانا بسجل المهم ان انا جبت طقمين، طقم ليا وطقم لاختي زي ما انتم شايفين كده. بصوا بصراحه ممتاز الحاجه دي، يعني بصوا والله العظيم اسعارها بره غاليه جدا، فهي ممتازه بصراحه. فانا اول ما شفته خطف عيني وعجبني جدا جدا، وان شاء الله ناويه اجيب منه طقم اعينه لبنتي كده في جهازها بامر الله. عامل كام؟ قلنا عامل 300 جنيه، على السعر ان الاصغر واحد في الطقم، اصغر طبق في الطقم بيتباع ب100 جنيه بره. ماشي. كمان معايا طقم التلاجة ده، هو طقم ستانلس كده، قلت ايه اوريكم الحاجات اللي ستانلس دي كده الاول. هو طقم عبارة عن زي اطباق كده احجام زي ما انتم شايفين، زي اطباق التلاجة البلاستيك بس ده ستانلس، بس للمصداقية هو خفيف مش تقيل، خفيف جدا يعني خفيف قوي. تمام. هو كام قطعة كده زي ما انتم شايفين؟ 5 قطع اهو احجام. طبعا الكبير ده مثلا لو تحطي فيه مثلا جبنة قريش او جبنة بيضة او مخلل، حتة جبنة فايدة زيتون لانشون جبنة تركي، هتحطي فيه بواقي اكل. ممكن كمان برضو تستعمليه يعني هتحطي فيه اكل مثلا تاخديه معاكي للشغل او تديه لجوزك في الشغل، يعني طبعا ليه استخدامات كتير غير ان هو يبقى طقم تلاجة. هو استانلس والغطا بتاعه من البلاستيك كده زي ما انتم شايفين. عامل كام الطقم ده؟ عامل 110. بالنسبة لي انا بصراحة ما جبتوش، مش حاسة قوي، بحب الحاجات العلب البلاستيك الشفافة احسن، بس طبعا بتكون ماتريال حلوة. وهي برضو كنت جايبة منها طقم طقم اللي هو الطقم الكبير ده، اللي هو فيه تقريبا كان فيه 18 قطعة وفيه حاجة و20 قطعة، بيبقى شفاف والحاجة باينة فيه، فانا بحبه احلى. ده مش عاجبني عشان خاطر يعني بيبقى محطوط في التلاجة مش مبين ايه اللي جواه، فانا حطيته لكم فوق بعضه كده ايه عشان تشوفوا، وبحاول اظبط لكم الكاميرا عشان الحاجة تبقى باينة قدامكم. جبت كمان طقم الجيلي ده، عجبني كده. انا بحب اطقم الجيلي بتاعت الكاسات دي في تقديم الحلويات. تمام. وكمان برضو جايباها ايه علشان التصوير وكده، بس هي اصلا شيك وحلوة جدا وجميلة، ولما عجبتني يعني جبتها على طول بصراحة. طقم الجيلي الكاسات اللي انا كنت جايباه طبعا اتكسر، ما عنديش منه غير 2 بس، فانا قلت بقى انا هجيبه. الطقم ده عامل كام؟ عامل 90 جنيه زي ما انتم شايفين كده، حجمه حلو والازاز بتاعه برضو نقي وحلو حلو جدا. في طقم اللي هو كان في طقم عامل 125 جنيه 6 برضو، بس كان صغير عن ده قوي، بس بصراحة تحفة تحفة، يعني يتحط في النيش كده، بس ما قدرتش اجيبه عشان كان صغير قوي. اللي هو انت معلقتين وخلصت، ممكن حد يقولك ايه ده انت جايبالي يعني بتدوقيني بس، فاهمين؟ فما رضيتش اجيبه. جبت ده عجبني
وحجمه حلو، ويعني فاهمين حلو يعني، يشيل حلو يعني. فجبته بقى عامل 90 جنيه. جبت كمان صينية الكب كيك دي طالعة كده عليها عرض، الكبات السيليكون دي هدية عليها. زي ما انتم شايفين هي 12 كب كده، ومعاهم الكبات دي السيليكون دي بتغسليها وتستخدميها تاني، ما بتترميش خالص. عارفين الحاجات السيليكون دي ما بتترميش، بتغسليها زيها زي الصينيه وبتعيش معاكي عمر الصينيه. طبعا لو انت حافظتي عليها، مثلا ما عندكيش ابن شقي كده قطعها لك بمقص او بسكينه او كده، طبعا هتعيش معاكي. وفيها 12 زي ما انتم شايفين كده. عامله كام؟ اللهم صل على النبي، عامله 140 جنيه. صلوا بينا على النبي. يلا حطوا لايك للفيديو وقولوا لي ايه رأيكم في الاسعار كده في الكومنتات. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جبت كمان طقم الكاسات ده، طبعا ده مش ليا، ده لاختي. والطقم الصواني الكب كيك دي برضو لاختي. انا جايبه العجان وجايبه الطقم بتاع الجيلي ده. تمام. في كمان الطقم ده حبيت اوريهولكوا برضو، بس ده يعني قليل في السوق شويه مش كتير. فاهمين؟ كنت جايبه لكم طقم الشربات قبل كده اللي كان مضلع ده كده، في الازازه بتاعته او القاروره بتاعته عامله زي القله كده زي ما انتم شايفين، ومعاها الكاسات بتاعتها اللي هي فيها قاعده، ليها قاعده كده من تحت. بس بصراحه الازاز بتاعها خفيف شويه. الطقم التاني المضلع اللي كنت كان في الفيديو اللي قبل اللي فات تقريبا، يعني الازاز بتاعه تقيل عمدني، ممكن لو الكاس اتكسر او يعني وقع او اتخبط منك ما يتكسرش. لكن ده عايزه اقول لكم من اقل خبطه يتكسر. فانا ما جبتوش لان يعني ما عجبنيش. الطقم عامل كام؟ عامل 150 جنيه، ارخص من الطقم التاني. هو كان عليه عرض، يعني المفروض انه عامل 200 جنيه، فكان نازل عليه عرض يوم الجمعه من العروض، الجمعه البيضاء كان نازل عامل 150 جنيه. بس انا ما جبتوش وما حبيتوش، عشان زي ما قلت لكم ان هو ايه، الازاز بتاعه خفيف قوي. ممكن كده تحطيه في نيش المطبخ، تحطيه في النيش بتاعك، ممكن برضو تستعمليه مش هيقول حاجه، للعصير للميه. تمام كده. تعالوا نشوف جبنا ايه تاني. في كمان الهاند بلندر ده، ده لاختي برضو جابته. تمام. وفي واحده برضو يعني صاحبتنا جابته، يعني شكروا فيه وقالوا ان هو حلو. بس انا عندي من الهاند بلندر ده، بس ما كنتش جايباه من البيج بتاع اسماء، انا كنت جايباه بقاله كتير من محل تاني. كنت جايباه من تقريبا من حوالي سنة ونص، وعايش معايا لحد دلوقتي بستخدمه معاكم. فبصراحة حلو ممتاز جدا. مفيش بس غير مرة كده تقلت عليه شوية وحسيت ان هو تقل شوية، فروحت حاطاله نقطتين زيت، رجع اشتغل معايا كده كأني لسه جايباه. فهو بصراحة ممتاز جدا. هو سرعتين، سرعة واطية وسرعة عالية. بينفعني جدا 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 لما بعمل عدس او بصارة او بصلص طماطم، واكتر حاجة في الطماطم، لاني بحط الطماطم بحلة على النار تتسلق كده كويس، وبعد كده بضربها في نفس الحلة، وبعد كده ابدا ان انا ايه اعبيها في الاكياس. فبصراحة حلو جدا ومريح جدا. بكامل مضرب البلندر الهاند بلندر ده عامل 350 جنيه. بس بصراحة ممتاز. في كمان الراديو ده بصراحة حلو جدا وطالع ترند دلوقتي في كل المطابخ. انا عندي بصراحة راديو في المطبخ، والله العظيم يا بنات بيسليني جدا جدا. الراديو مش ليا. تمام. انا عندي راديو في المطبخ، كان قديم شوية، كان بتاع حماية الله يرحمه. ربنا يرحمه يا رب، ويرحم جميع امواتنا المسلمين. وانا طلبت من حماتي ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك في عمرها، فراحت ايه مديهولي. فعايزه اقول لكم جميل جدا، بشغله دايما وانا في المطبخ. عايزه اقول لكم بيخلينيش احس بالوقت وانا بغسل مواعين كده، ما بحسش بالوقت خالص. بعتذر عن الصوت ده والله، مش عارف ما بيحللهمش الوقت الا وانا بسجل. يجوا تحت الشباك ولا البلكونه ويقفوا، فمعلش بقى اعذروني. وبعدين خلاص بقى، يلا روحوا شوفوا رايحين فين. المهم الراديو بيشتغل بالفيشه زي ما انتم شايفين، وليه كده حجاره بتحطي فيه حجرين برضو، يشتغل معاكي في بره في اي مكان. طبعا ليه ان هو يعلي ويوطي كذا سرعه. في تقريبا يعني محطه الاف ام ومحطه القرآن، يعني في كذا محطه كده.
وفي الزرار في الجنب اللي بيحول، شكله شيك وجميل جدا زي ما انتم شايفين، وصغير كده. وليه كمان الحزام اللي من فوق ده عشان لو هتعلقيه في اي حته. فبصراحه هو حلو، شغلته وجربته، صوته نقي وحلو. الراديو ده عامل كام؟ عامل 300 جنيه. والهاند بلندر زي ما قلت لكم عامل 350 جنيه. تمام كده. تعالوا نشوف جبنا ايه تاني. يلا رحتي فين؟ جبت جهاز الالترا سونيك. اختي كانت محتاجاه، فاسماء قالت في ناس شكروا فيه، انا بصراحه ما جربتوش وما اعرفوش. جهاز الالتراسونيك ده بتاع البشرة، لتنظيف البشرة. ناس كتير قوي عارفينه وناس كتير بتسأل عليه، وهو مشهور باسم التراسونيك. اكيد في ناس كتير منكم عارفينه، اللي عارفين يقولوا في الكومنتات ويقولوا هو نوعه يعني حلو ولا وحش في استعماله، كويس ولا لا. شوفوا كده في الكومنتات، عشان لو حد عايز يجيبه ويطلبه او لا. انا بصراحة ما جربتوش خالص. تمام، انا بس شغلته معاكم كده وما جربتوش. زي ما انتم شايفين في الاداة بتاعته اللي هي طالعه كده الاستانلس دي، الشحن بتاع USB. هو كده شغال، عمال بيعمل ذبذبات كده تحت ايدي. اللمبه بتاعته اهي شغال. في بقى 3 سرعات، 3 حاجات كده، معرفش ال3 حاجات دول بتوع ايه. انا قلت لكم ما استعملتوش وما اعرفوش، فما اقدرش اتكلم في حاجه انا ما استعملتهاش وما اعرفهاش. بس هو في 3 الناس يعني اللي اشتريته او اللي عارفاه تقول لنا في الكومنتات. ففي كمان الغيارين دول بيتحطوا فيه كده زي ما انتم شايفين، برضو مش عارفه بتوع ايه، تقريبا واحده صنفره او واحده يعني بتستعملها في الغسول ولا ايه، مش عارفه. فهو جاي معاه الغيارين دول كده، بتشيلي دي تحطي دي، ومعاه الشاحن بتاعه. وهو خفيف جدا، و يعني برضو زي ما انتم شايفين هو صغير كده، ممكن تاخديه معاكي في اي مكان. الجهاز التراسونيك ده عامل كام؟ عامل 180 جنيه. تمام، برضو كسعر. الحاجات عند اسماء في البيج بتاعها معقوله، بس مش عارفه هو غالي كده او سعره معقول، غالي او رخيص مش عارفه. يا ريت برضو الناس اللي تعرفوا تقول لنا في الكومنتات. بس دي كده كانت شويه المشتريات كده. يا رب تكونوا استفدتوا، ويكون قدرت اقول لكم على الاسعار والعروض. اي حد عايز رقم البيج بتاع اسماء يقول لي في التعليقات، وانا ابعت لكم رقمها. وما تنسوش حبايب قلبي لايك للفيديو، واسيبكم في رعاية الله. اشوفكم في فيديو جديد على خير. ربنا يبلغنا ويبلغكم رمضان على خير يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.